السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم. كيف حالكم؟ كلشي بخير، الله يحفظكم. بغيت نتكلم الخوت على هذا القرار اللي خرجت به هذه الحكومة على حساب الدراجات النارية، وخرجوا واحد الآلة كتعبر يعني السرعة والماكينة شحال فيها السرعة وهذا الشيء كامل، يعني جبروا له الحال واكتشفوا له هذا الشيء. ولكن بعض الامور يعني ما اكتشفوش، بعد مثلا الدجاج علاش ما خرجوا نمشي يعني واحد الاله دعبرنا هذا الغلا اللي كاين ديالو، والحوت كذلك ومثال. علاش ما خرجوش حتى الاله اللي دعبرنا الحوت شحال كيسوى؟ حنا كيتباعنا، حنا عندنا البحوره ولكن حنا كنشريو سردين راه واصل حتى 30 درهم، شطون 20 درهم. اما شي حوت الاخر يعني ما نذكروش عليه، هذاك ما تلحقوش ضراو على واحد 100 درهم. يعني في عوض مثلا طبقوا، وكتلقى اخر مسكين شاري موطور غير على حساب الترانسبور كيخدم الله يحسن العام، كينوض في الصباح مع الفجر ويمشي للترانسبور كيب هنا ويفتش هنا لقى الطوبيس ولا ما يلقاش، شرا غير موطور باش يركب ويريقل الامور ديالو، يمشي الشغل ديالو، يركب في العشيه ويمشي في حالته. كاين اللي شاري الموطور غير على حساب الخدمه، الله يحسن العام. يعني ما كنتكلمش على ديك المتهورين اللي كيديروا الدراجه غير كيكريوها وبدا يكبري وطلع للسما. الناس اللي كتخدم على راس الله يحسن العام. قال لك راه خرجوا لهم هذا القرار، ايوا حاشي تحت الرويده ماكينه شحال السرعه كيدير. ومشيو تشوفوا الدجاج شحال ساوي، مشيو تشوفوا الحوت شحال ساوي. المواد الغذائيه ما تهضرش، راه تقهرنا بهذا الغلاء الاسعار. فعود راقبوا هذا الشيء، انتم كتراقبوا لنا المواطن الدراوش، الله يحسن العام.